السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي، متحرمش منكم ابدا من لايكاتكم واشتراككم. هنعمل مع بعض النهارده روتين جميل جدا ومشجع جدا، متحرمش منكم ابدا. قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا، بشكركم من كل قلبي، بشكر اخواتي كل اللي رفع لي فيديو على المنتدى، وكل اللي عمل لايك حلو واشتراك حلو وتعليق حلو. انتوا معايا على القناة كده على دماغي من فوق، متحرمش منكم ابدا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. احنا النهارده كنت جايبه بقى باميه من الغيط، هعمل باميه. مفيش النهارده باميه خضراء خالص، يعني قليله خالص الباميه الخضراء، بس انا جايباها من عندنا يعني من الغيط يعني. اكيد جمعتها معاكم او حاجه، مش عارفه مش فاكره بصراحه. قلت بقى اما اطبخها الاول، بدات بها يعني طبختها. عملت بقى شفشق طماطم حلو كده، وخرطت بصله، ومسكتها بقى سلقتها بس ما خرط بصل سلقتهاش بقى معاكم في الحله. وبقى بعمل فص توم وبعمل تقليتها وبخليها زي الفل. والله العظيم بسم الله ما شاء الله، يعني كانت ريحتها كده ما شاء الله حلوة قوي، وكانت جميلة، طعمها حلو قوي كمان. آه يعني احسن ما كانت بقى في التلاجة مفرزاها ولا كده. آه بصوا يا جماعة، عشان مثلا ايه، فعلا بنفرز البامية بنفرزها ماشي. بس طبعا الحاجة اللي بتشتري دي اللي بتيجي اصلا من الغيط او صابحة كده، بيبقى لها طعم تاني، وبتبقى بقى لها طعم تاني وحلوة كده، غير مثلا اللي بتتفرز يعني. انا مفرزه الباميه ومفرزه، ولو في طماطم برضه فايض عندي بحطها برضه في الفريزر. كل حاجه حلوه بتنفعك، يعني مثلا ايه، في شويه فلفل فايضين عليكي تجيبهم بقى تحطيهم. حبه طماطم. باميه برضه، طبخه باميه، طبخه. كل ما مثلا تروح السوق ومتوفر معاك تجيبي طبخه باميه عينيه، تجيبي مثلا اي حاجه بتجيبها عينها بتنفعك. لو انت مش في اسبوع مبقاش معاكي فلوس، في اسبوع مش هتروح السوق، بيبقى معاكي موجود حاجتك عندك، يبقى عندك طماطمك، عندك جميع الحاجات اللي انت عايزاها. ما تحتاجيش لحد، ما تروحيش تجيبي من عند حد حاجة. فاهماني؟ يعني لما يكون حاجة في بيتك، مثلا يبقى عندك رزك، عندك لو انت محتاجة مثلا مش فاضي عليكي فلوس، تجيبي كيلو مكرونة، كيلو شعرية، كيلو لسان عصفور. بتعان عندك بتحتاجي. احنا في الزمن ده لازم نحافظ بقى على الحاجة، او نعرف ندبر نفسنا بنفسنا كده ونمشي الدنيا. وبعدين في حاجة يا جماعة عايزة اقول لكم عليها بقى كده معاكم يعني. انا بقى قررت بقى من النهاردة اللي انا كل يوم هنزل لكم فيديو. هشتغل على القناة وهسيب الدكان لأم رحيم، هروح الدكان اي ماشي، بس ايه، هشتغل برضو على القناة، هبقى انا في البيت يعني، هطبخ وهصبن وهعمل كل حاجة في البيت. آه، سمعت كلامكم وقلت بقى ايه، اشتغل انا على القناة واسيب لها الدكان ايه تقعد فيه يعني وتشتغل فيه هي، عشان مش ما اعملش من الاتنين الناحيتين يعني. فاهمني؟ البامية انا سلقاها هي بقى، ويعني ايه لازم يعني بتسلقوها ليه بقى؟ مش عشان حاجة، بس احنا في اخر السنة بقى فيها تراب فيها اي حاجة، بقوم بقى سلقاها، بس غلوها غلوة واحدة بس كده، بتبقى ميتها خضرة برسيم. بس انا ما قلتهاش لكم بصراحة، انا سلقتها قبل ما اصور يعني. وحطيتها تصفى في المصفى، وحطيت عليها حبة ماء سقعانين، ومسكت بقى دي توماتة وخرطته، وخرطت بصلة حلوة، حطيت حتة سمنة، نقطة زيت، أي حاجة عندك موجودة. وخرط بقى فص توم، وعندي قرن فلفل أحمر برضه خرطه، بتاع قرن فلفل أخضر، وقرن شطة كده برضه خرط. مسكت قرن شطة من الطول ده فرمته في الطماطم، كانت حرة. بس القرن الشطة اللي أنا بحط ليه بتبقى حرة، وبتبقى لها طعم في الأكل بقى، بتديلها طعم كده. مثلا بيبقى حدقها مظبوط وحاجتها مظبوطة، بتبقى لها طعم تاني وحاجة تانية خالص. وعايزاكم بقى زي ما انا يعني، قولوا لي بقى يعني كده كويس ان انا هنزل فيديو كل يوم وهشتغل على القناة، عشان ان شاء الله من غير مقاطعة هعمل لكم كل حاجة في البيت، اللي انا هعملها في البيت اللي انا هشتغله طول النهار. هعمله ان شاء الله، هصوره لكم يعني، عشان تعرفوا بس عيشتنا هنا في الريف، وتعرفوا بقى
الحياة البسيطة ديت، اللي هنا عيشة بسيطة وناس طيبين، وناس حاجة تانية خالص. يعني احنا هنا في البلد في الأرياف هنا ما شاء الله يعني، ربنا يبارك فيهم يا رب. مش زي المدن خالص. ليه بقى؟ هنا بقى بخافوا على بعض، بيحبوا بعض. لو في ميتم بتلاقيهم واقفين مع بعض، في فرح بتلاقيهم واقفين مع بعض. مش زي المدن. المدن بقى ما بيعرفوش حد. يعني مثلا ايه، في عمارة كبيرة كده بيبقى فيها مثلا، يعني العمارة ديت ممكن تبقى 10 أدوار ساكنين ومحدش يعرف حد فيه. لكن احنا هنا لو احنا في أول البلد وفي آخر البلد، الناس عارفة بعضها وبيخافوا على شعور بعض وعلى زعل بعض وبيحبوا لبعض الخير. يلا الحمد لله. بصوا يا جماعة، والله العظيم يعني الطيبين للطيبات، فاهمني؟ يعني مثلا انت لو طيبة وكويسة وحنينة في حق الناس، الناس طبعا هيبقوا حنين في حقك وطيبين في حقك. لو انت شريرة ووحشة في حق الناس، عمر الناس ما هتحبك ولا هتكلمك ولا هيقفوا في طولك في ميتم ولا في فرح ولا في اي حاجة. فاهماني؟ يعني انتوا المفروض يعني الناس ايه يعني، اللي انا قصده بقى عندنا هنا في الارياف هنا يا جماعة. انا قايله لكم انا فلاحة وابويا فلاح وكلنا فلاحين، وافتخر ان انا فلاحة. عندنا هنا في البلد هنا الناس هنا بقى يا جماعة تصبح الصبح بقى، نروح طابونة العيش نجيب العيش، ونيجي من طابونة العيش اللي عندها بقى أحوان بتعلفه، وعندها بتعمل فطار عندها لا مؤاخذة بهيم بتحلبها بتكنس تحتها، تخلص شغلها كله. الغدا دي ممكن في ناس ما بتطبخش للغدا، فاهمني؟ ممكن يعملوا أي حاجة للغدا. بيطبخوا عندنا الأول هنا كان العشاء ده لازم يطبخوا، يعملوا له طبيخ للعشاء. كانش بيطبخوا للغدا زي الأيام دي. عشان مثلا ايه، بيقوموا مثلا جايين ده رايح شغله وده جاي من عنده من شغله، ما بتلموش الا اخر النهار. يعني بيكون مثلا طبخين العصر. الطبخ عندنا بيبقى العصر، مش مثلا الصبح او الظهر او الكلام ده. بيطبخوا من العصر على مثلا ده يجي من شغله وده يجي من مشواره وما اعرفش ايه، بتلموا مع بعض تبقى عزوة كده، والاكل بيبقى له طعم تاني. بس يا رؤي، بس بس يا حبيبي، بس اسكتي ما تتكلمي عشان انا بسج. ماشي يا حبيبي، يلا ربنا يخليك يا رب. يعني اللي انا قصدها في الكلام، عيشة الريف هنا عندنا في البلد احلى عيش، او اقسم بالله احلى عيش. اوريكم بقى كل يوم بقى احنا بنعمل ايه وعايشين ازاي وماشيين ازاي. اوريكم كل جديد يعني. واللي مخشش اشترك لي يخش يشترك لي ويضرب يعمل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. فاهمني؟ ان وصلتوا لحد كده يعني، لحد الفرخه اللي انا بحطها وانا على فكره انت هتعلقوا له وتقولوا انت بتطبخوا رجلين ليه؟ انا بحب الرجلين. وبعدين احنا الناس بتروح تشتري رجلين تطبخ. الناس دلوقتي تشتري رجلين. عشان واحده علقت لي قبل كده وقالت لي انت بتحطي رجلين الفراخ تطبخوا ايه؟ رجلين الفراخ مالها؟ ما انا غسلاها ومنضفاها وزي الفل، زي الفرخه بالظبط. بمسكها بقى الوح الفرخه بقى، بحب الوحها ببصله كده. ممكن احط بصله في نقطه الزيت اللي انا حطاها او السمنه او اي حاجه، اديها تلويحه، وادي الفرخه تلويحه مع الفرخه، مع البتاع بقول مع الفرخه، ادي للفرخه تلويحه مع البصله، فاهمني؟ بتدي طعم بيبقى رهيب. والله لو جربتها كده، ولا تعملها بقى بتقليه ولا باي حاجه خالص، قال لك كده زي ما بقول لكم كده. اهم حاجه تلوحها تلويح حلو كده وتظبطيه. حط بقى فلفل اسمر وبهارات السبعه وحبه بابريكا وكل حاجه انت عايزاها. البهارات دي كانت واحدة صاحبتي ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيه ويخلي لها ابنها يا رب ويسترها معاها دنيا واخره، متحرمش منها ابدا، ربنا يخليها لي يا رب. كانت جايبه لي بهارات. دي بابريكا اللي انا بفضلها ديت، وجابت لي بقى فلفل اسمر وكمون وبهارات السبعه. فضيت بقى كميه في الاطباق في البرطمانات ديت، وهعيني بقى ايه، احطه في اكياسه زي ما هو، وعينه احطه في التلاجة. يعني باب التلاجة كده مش بجرى له اي حاجه، بدل انت قافلاه ومحافظه عليه مش جرى له اي حاجه في التلاجة. شفتوا يا جماعه؟ يعني لو انا وحشه لو انا وحشه معاها او مش كويسه معاها، كانت هتجيب له بهارات او انا اعرف ان هي عندها بهارات جايه لها من باب الله، والحمد لله ربنا بعتها لي يعني. شو سبحان الله، البهارات غاليه الايام دي والدنيا غاليه، هيهون عليها تديك الكميه ديت. لو انت كويسه، لو انت وحشه معاها
مش هعطيك ولا قايله لك ان انا عندي بهارات اصلا يعني. الكلام لف جوي وانا بتكلم معاكم، يعني احنا هنا بقول لكم يعني هنا في البلد هنا. حتى انا لو صورت لكم البلد والناس على الطبيعه كده، بصراحه يعني هتحبوهم قوي، هتحبوهم من غير ما تشوفوهم او تكلموهم. ناس طيبه، ناس على الفطره كده. ناس من اي من الناس بتاع زمان، اللي هي اللي بتحب الخير لبعضها. بتحب الناس يبقى في خير كده ومش في شر وتلاقيهم بيتكلموا على فطرتهم، ومش عندهم مثلا، مش بيزوقوا الكلام ولا بيكذبوا ولا الكلام ده خالص. حاجة تانية يعني، تلاقي الكلام طالع من قلبهم زي حضرتك كده. والله انا بطلع لكم الكلام كده، مش ببقى مثلا ولا انا مثلا عاملة حافظة الكلام قبل ما اقوله ولا الكلام دي. انا بطلع اتكلم معاكم، اللي بيجي على في قلبي بقوله لكم زي ما بيجي بالظبط. ما مش مثلا اللي انا مثلا ببقى حافظه الكلام هقول ايه او كان او الكلام ده، لا لا. عشان انتوا اخواتي وحبايبي وما تحرمش منكم ابدا. انتوا عيلتي التانية، انتوا عيلتي اللي بتخاف عليا، عيلتي اللي بتقلق عليا، انتوا عيلتي اللي بصراحة يعني ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم يا رب ويطول له في عمركم. البامية هي يا جماعة، البامية يعني حاجة تانية خالص، راح توديكي في حاجة تانية لما تطبخوها زي ما بقولك كده. ودي رز بقى، انا ماسكه رطل واحد، عامله شويه رز صغيرين لان كان عنده رز بايت، فاهماني؟ مش هرميه لان الكيلو رز ب20 جنيه يا جماعه. اروح ارمي كيلو رز اهو شويه في الحله دي، ساعه ما نشف اهوت هفضيه عليه. وتوطي بقى عليه، اما على ما تحت تاني يتردد يكون دي سخن وبقى زي الفل زي ما يكون طازه. جربيه كده يا حبيبة قلبي، وما ترميش ولا ترمي رز، ومثلا تبقى معاك حبة تقلية برضه خسارة ما ترميهمش. حطهم في طبق كده وحطهم في التلاجة، مش هيجرى لهم أي حاجة. فعيل هيجي جعان هيقول لك أنا جعان يا ماما، هتسخنهم له على حبة رز، هيتغدى ويحمد ربنا ويبقى زي الفل. ديت ال... البتاع الزرع اللي أنا زرعاه بوريهولكوا، بقولكوا الزرعة المدلدلة دهيت أنا ما شفت ازايها خالص يعني. وعملنا بقى صينية مكرونة حلوة كده، صينيتين مكرونة. عملنا واحدة ديت لأم سامح، والصغيرة ديت لنا. وعملنا بقى طبخنا غرفنا هو البامية واللحمة والفراخ وتعالوا بقى اتغدوا معانا يا جماعة. وفيديو خفيف وسريع كده عشان ما تزهقوش منه، وربنا يعينكم يا رب ويقويكم ويديكم الصحة يا رب وما تحرمش منكم أبدا. واللايك يا جماعة، اللايك أهم حاجة. اللايك يا جماعة، ما بطلبش منكم حاجة كتير يعني، اللايك بس هو اللي بيرفع الفيديو. عشان الفيديو يعلى بس شوية ويظهر للناس مش أكتر يعني. متحرمش منكم أبدا، واسيبكم في رعاية الله، إخواتي وحبايبي. طيب